السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. طبعا احنا في العيد، وانا من ساعه يوم العيد وانا شامه ريحه الرنجه والفسيخ دي، ما شاء الله، ايه مش عواطه في البيوت كده. النهارده بقى قلت احنا خلاص في اواخر العيد، نلحق بقى ايه، نعمل شويه رنجه، شويه سردين، وبصل اخضر وطماطم وبطاطس، ونظبط الدنيا كده ونخربها بقى قبل ما نخلص العيد. عموما انا عامله رنجه بطريقه حلوه قوي، هوريها لكم بالميه هتشوفوها. كانت طريقه بابا الله يرحمه من 4 سنين قبل ما يتوفى، كان بيعملها لنا. وكانت بتعجبنا بصراحه. السردين انا اللي عاملاه، انا اللي مخللاه. هبقى اوريكم برضو طريقته في يوم كده، لان انا بصراحه عملته قبل ما اعمل التصوير. الطماطم وشويه البطاطس، ان البطاطس بتحلى بصراحه مع الرنجه. يلا بقى نشوف احنا عملنا الحاجه ازاي، ونظبط الدنيا كده ونعملها كده بطريقه حلوه، لان البق بياكل، سوري، العين بتاكل قبل البق، صح كده؟ يبقى من المفروض ان نخلي الحاجه شكلها حلو، تفتح نفس الواحد لما يشوفها بعينيه، حتى لو بأبسط الطرق. يلا بينا. ادي المية السخنة، انا بفتح الرنجاية كده واحطها. ليه؟ بتنزل السمار، بتنزل حدقيتها، اي ميكروب فيها، اي مسكة ايد، اي حاجة كانت مطرح حاجة مش عجباني، بتتغسل في المية السخنة وما بتحدقش. الله يرحم بابا من 4 سنين، بقاله 4 سنين متوفي، هو اللي كان معلمنا الطريقة ديت. اني بدل ما انا اعملها على البوتاجاز من فوق، او احطها في صينيه في شويه زيت واسويها على النار، وبرده كانت بتحدق جامد جدا. فكان بيعلمنا ان احنا نغلي الميه في الكتل او على البوتاجاز زي كده في صينيه، واقلبها مره واتنين لحد ما تشد معايا كده، وانضفها، وابدا ان انا اقشرها واظبطها. بتشيل حدويتها جامد جدا والله العظيم، بتنضفها، بتخليها اكنها مستويه، بس الحدوقيه والنظافه متشاله منها. ده السردين. ان شاء الله في حلقه برضو هبقى اقول لكم تخليل السردين، لان بصراحه انا في حاجات ملحقتش فيها. رمضان بصراحه كان سريع، ايامه كانت بتجري. وفي حاجات انا كنت عاملاها برضو قبلها، بس برضو ملحقتش اصورها. انا باذن واحد احد هعرفكم الطريقه في مره تاني اما اجيب. انا بفضل نقعاه في ميه كده اهو لحد ما يبدا يطرى خالص، ولو في حدوقيه تتشال عشان اللي عنده ضغط ما يتعبش منه. وبعد كده بفتحه وبنضفه، بيبقى منه اتغسل، منه نزل حدوقيته، اي ميكروب فيه نزل في الميه السخنه. وبعد كده ببدا افصصه ونضفه واحطه في زيت وفي طبق. الرنجه خلاص اهي، هطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما بطلعها ببدأ اقشرها ونضفها واحطها في اطباق واحط عليها طحينة وزيت. ليه حبيت اوريكم طريقة المية دي؟ والله احلى بكتير من ان انتوا تعملوها نية او على البوتاجاز او في طاسة بشوية زيت. بتبقى كل حدقيتها بتطلع منها. الناس اللي عندها ضغط ما تبقاش فيه مشكلة انها لو كلتها لو حادقة، وفي نفس الوقت نطفت، واحسن من ان انا اغسلها كمان. انا كده غسلاها بميه سخنه بتغلي، يعني اي ميكروب فيها، اي حاجه نزلت في الميه السخنه. يلا ننضفها ونشوف البطاطس، ونشوف نعمل شويه بصل، ونشوف اكلتنا كانت ايه اخرها. بصوا حبايبي، انا فصصتها اهو. انا بفصصها صغيره كده اهو. ليه؟ عشان انا بعد كده برش عليها الزيت والطحينه، ويقدروا ياخدوها بلقمه وياكلوها، لان انا عيالي عايزين افصص لهم الحاجه، ما بياكلوهاش كده. حمرنا البطاطس اهي، رشنا عليها شويه ملح، شويه كزبره ناشفه، شويه كاري، انا بحب كده قوي عليها. ادي السردين اهو، فصصته نقعته، وبعد ما نقعته فصصته وحطيته في طبق. هرش بقى شويه زيت عليه واظبط الدنيا كده. محتاجه معاها شويه طماطم. الخيار مش مستحب، بيبين زفاره الحاجه، حتى لو كلتي منه تحس ان الحاجه زفره.
شوية بصل اخضر على شوية بصل عادي كده، تفركهم بشوية خل وشوية ملح عشان يطلع الحرقية بتاعتهم، ما يبقوش حرقين وما يحرقوش عينيكي. يلا بقى نظبط الدنيا كده ونحط ونسمي بالله. اتفضلوا معانا بقى. يلا كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.